الستريبس وحمرنا الشباتي. طبعا الشباتي بعد ما نحمرها بنات نحطها بماعون ونلفها بنايلون علشان تصير لينة، نقدر نلفها نسويها ساندويتش بعدين. خلاص اصور لهم اهو قلينا. طبعا التشيكن ستريبس انا مستخدمه امريكانا والشباتي ساره كيك، بس يعني كذي عشان اشارككم يومياتنا قلت اصور لكم شنو العشاء. اوكي كريم الطبخ. بعدين تحطون ميكس اجبان اللي متوفر عندكم. انا بحط شدر وبحط موزاريلا وبحط امنتال وبحط شويه جبن كريمي. اعطيني جبن كريمي وينه. نذوب الاجبان بالكريمه وبس ونحطها على التويستر، على البطاط عفوا. بكل بساطة يصير عندكم تويستر. تقدرون تحطون شوية فلفل أسود بعد. بس نذوب الأجبان بالكريمة. طبعا نذوب الأجبان بحط هني البطاط، بطاط نايس. أوكي أعطيني الثاني. الأجبان جاهز. نطفي النار ونحط شغلنا كله على البطاطا. نحط الصوص أول شيء، بعدين عاد تحطون اللي تبونه. ما تبون بصل لا تحطون، ما تبون فلفل حار لا تحطون، ما تبون بصل أخضر لا تحطون، حطوا اللي تحبونه. ما تبون طماط لا تحطون، كيفكم. أنا أحط كل مرة بصل وطماط وبقدونس، بس اليوم قلت لكم ما عندنا بقدونس فحطينا بصل أخضر فلفل حار، يعني تغيير. يلا نحط الصوص أول شيء. بسم الله. الصوص تقدمونه مباشرة. اوكي طماط اول شيء، بحطه بالنص بس عشان اللي ما ياكلون. بعد بحطه بالنص، بعد بحطه بالنص. شنو ياكلون؟ بطاطا طماط بس. الشباتي بعد ما نحمرها نحطها نغلفها بنايلون علشان كذي تصير سهل ان نلفها، عرفتوا؟ ما يطلع. اول شيء مايونيز، بعدين كاتشب، وعاد انتم حطوا اللي تبونه. تبون خس، تبون بصل، تبون طماط، كيفكم كل واحد وذوقه. اوكي الحين بلفها. اوكي نلفها كذي رول بس وبالعافيه. جربوها. تقدرون تحطون جبن سائل او شرايح جبن كيفكم، جبن كريمي يعني، او شرايح جبن. ذبانه اذتنا مع التويستر. يلا قوموا سووا العشاء الخلاد. خليكم